اخد تقييماتكم النهارده للاعبي نادي الزمالك. نبتديها مع حضراتكم. طيب عواد يا كابتن تديله كام كابتن رضا؟ اقول له عوده حميده ويا ابني ربنا كرمك عشان ان انت صبور وسبب من اسباب فوز الزمالك بالدوري والكاس والدوري اللي قبل كده، لانك انت راجل اتحملت ما لا يتحمله بشر كامل. فانا النهارده اديله 6. لو من اسوريو تلعب هو ولا تلعب لا خلاص يلعب بقى، ده هو كده اثبت النهارده بقى هو ما جبتوش ده هو حاجه، لازم. بس هو يعني يكفي ان وشه حلو على يكفي انه حلو يا جول. كابتن النبي. لا دخلني هو كورة. جول. قول لي كوره. هو جول. كوره هو ولا صبحي؟ لا يلعب. هو طبعا كوره حراسه في مرمى. كل حاجه، كوره كابتن، تديله كام يا نفسيه. كابتن؟ النهارده صبح عواد. عواد. اصل انا يعني انت عارف ده من لعيبتي يعني. كان منتخب معايا. اه اه لا تديله كام النهارده على اداؤه يا كابتن؟ اديله هو يعني برضو الزمالك كان 8. مستحوذ. تمام. طيب عمر جابر يا كابتن. كابتن رضا. 1. كابتن هشام. 6. شفت الفرق؟ فرق كبير قوي. اصل هو بيقابله في النادي عادي يعني. لا برضه عشان هو بيقابله الولادي. طيب المسلوسي يا كابتن هشام. ها المسلوسي. المسلوسي جاب جول النهارده. اديله 6. 6 3 عشان جول عشان الجول. بس ما عملش اداء جيد النهارده. هو فين ده؟ كان كله كره ليهم وبعدين بتلعب جول طويل ليه؟ المكسب. بس طيب. هو ياخد الثلاثه. ده اول مره ياخد 3 معاه، ده بياخد 6. ايوه بس الراجل برضه النهارده كان بيلعب برضه في مكان مش برضه يعني ماشي. ما احنا مش هو مش ديفنس مش انت يعني دلوقتي بالشكل بتقيم. انا بقيم بما المعروف يرضي يعني. الله. هو 3 عشان الهدف اللي عشان جابه. الهدف. ويشكر. كابتن هشام. ايه مسلوسي. ما قال لك ما 6. المسلوسي اديته 6. طيب ماشي. الزنارة كابتن هشام. زناري 5. كابتن رضا. اديله 6. وخلي بالك الزناري ده لو خد في الحته دي كام ماتش ورا بعض هيعمل قلق يبقى ثبات للمساكين الفرقه في عشان مصر. يرفع من مستواه. طيب. لازم. لازم. وبقول لك هيعمل ما هو قلق ولازم يرجع للمساكين في ولازم مصر. يرجع له الونش. مش مهم بس هو ياخد هيبقى. فتوحة كابتن هشام. فتوح اديله يعني تقريبا اديله 7. ابو الكبات. انا بعد الفتره دي كلها اديله 8. واقف على رجله. هو في الاخر طبعا ده غصب عنه ان جاله كرامب والكلام ده، بس الوحيد اللي بيمسك كوره تحس فيها بالخطوره. طيب اديله 8. دونجا كابتن رضا. انا بصراحه اديله 1. كابتن هشام. لا 5. اديله 5. طيب شيكابالا كابتن رضا. شيكابالا الراجل ظلمه عشان الجون اديله 5 عشان الهدف بس. اداؤه ما كانش عاجبك النهارده. عشان هو مش عارف هو بيلعب فين. تمام. كابتن هشام. لو انت سالت شيكابالا يقول لك والله ما اعرف انا بلعب هو بيلعب فري. فري. ماشي. كابتن هشام 5. 5 كابتن رضا. شيكابالا اديله النهارده 6. 6 ماشي. زيزو كابتن هشام. زيزو اديله 7. يا كابتن. اديله 5 عشان الهدف برضه، لان زيزو عنده اكتر من كده. طبعا. لان انت نجم الشباك دلوقتي، المفروض ان انت اللي تشيل فرقه نادي الزمالك مهما كانت هي. انت الوحيد اللي تبقى كورتك مؤثره وايجابيه. طيب ناصر مصطفى شلبي يا كابتن. مصطفى شلبي. مصطفى النهارده كويس اديله 7. اديله 9. ولو جاب جون النهارده كنت اديته 10. تمام. ناصر وخلي بالك خلي بالك المعلم اللي اسمه فيتوريا، بص على الراجل ده. الراجل ده اخطر واحد في الحته بتاعت الشمال دلوقتي في مصر، في الحته بتاعت الشمال، وانت مصمم لنا على عمر مرموش. تمام ماشي. ناصر منسي. النهارده اديله 4. ابو الكبات. اتظلم النهارده اديله 1. والله لان النهارده هو مش برضه مش عارف هو بيلعب مش فين. موجود هو ولا الجزيري انا أيوة اللي بيلعب راس هو حربة هو صريح. مشكله انك انت طريقه اللعب هي اللي فقدت خطورته. لان هو ده في لان هو ده خطورته في الصندوق الكورسات واعمل له والحاجات. كور واحكم عليه. الجزيري طيب اهو كان في الصندوق برضه. 2 لسبب لان برضه نفس جات السبب. له لا جات له 3 4 كور اتصرف فيهم صح. كابتن. الجزيري اديله 5. 5 ماشي. اوباما لما نزل يا كابتن رضا. اديله 8. 8 لان مش الماتش ده بس، الماتش اللي فات كمان كان هايل. ابراهيم ندى. وعلى فكره مفاجئني، انا متفاجئ بمستوى اوباما. تمام. لان انا من الناس اللي قلت ايه لا ما يرجعش. فاكر. صح؟ ابراهيم ندى.
انا ما اعرفش بقى حد الله ده بيلعب كوره ازاي. لحد دلوقتي بس ده برضه مظلوم عشان لان مش في عارف شيكابالا له. وزيزو ومصطفى شلبي. فما تلعبوش يا عم دلوقتي الا لما لا قدر الله حد يتصاب ويتوقف وما يبقاش فيها الا هو. كام؟ اديني كام؟ هديله 2. واحد ماشي. اول واحد طيب اديله حسام عبد المجيد لما ما نزل لحقش ده جه محمد نازل في طارق الدقيقه 90. ما نزلش. طيب اسوريو تديله كام النهارده يا كابتن في اداره اللقاء؟ اديله بالبوكس. اسنان يا راجل، والمصحف جاب لنا النهارده الضغط. انا بص نص شعر ابيض يا فاروق بعد ماتش النهارده، نص شعر ابيض من التغييرات والتشكيل والعجن اللي عمال يعجنه طيب ده. ده رايك كابتن هشام، رايك يا كابتن؟ اديله 5. 5 من 10. نجم اللقاء من وجهه نظركم بقى كابتن؟ مصطفى شلبي. مصطفى شلبي. اوباما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كالعادة رضا عبد العال لما بيقيم حد ما بيقيموش على حسب أدائه في المباراة، هي تقييمات جاهزة اسطمبة، في لعيبة بيكرهها ولعيبة بيحبها، وعلى هذا الأساس يحط تقييم مباشرة، مش ترجعش حتى اللعيب عمل ايه في المباراة ولا أي حاجة من دي. وده متعودين منه من رضا على هذه الوضعية باستمرار يعني، فما ندقش عليه، تسمع وتضحك وتنبسط وتقول ايه طماع. لكن النقطة التانية المهمة التقييمات، اللي يستحق 10/10 النهاردة نمرة واحد الجمهور. جمهور الزمالك النهاردة بصراحة كان حاجة تفرح وحاجة تشرف وحاجة تفتح النفس لأي لعيب حتى لو مكسح يلعب كورة، وده اللي عطى باور للعيبة في الشوط التاني. ومع نزول أوباما وعودة ذاكرة المهارات والفاعلية لأوباما، أوباما من اللعيبة الجامدة جدا، ولكن آخر فترة كان مع الزمالك ما كانتش اللي هي، وعشان كده مشى لأنه كان عايز إيه يطلع بره. دي نمرة واحد. أوباما رقم واحد في المباراة ديت واللي قبليها، ولكن مستوى الفريق المنافس في كل الأحوال مش ده اللي يبين جودة اللعيبة من عدمها، أو جودة الفريق من عدمه، أو جودة إدارة المباراة من خلال المدير الفني من عدمه. الباور اللي خدها اللعيبة من الجمهور مع ضعف الفريق المنافس مع الهدايا كانت حارس المرمى بتاعهم سهلت المهمة لنادي الزمالك إنه يقدر يحط 4 تجوان فترة قصيرة في الشوط التاني، ولحق نفسه في الدقيقة 90 بالجون الرابع جون التأهل. في كل الأحوال ألف مبروك لنادي الزمالك، نتمنى لهم بطولة قوية وممتعة لجماهير نادي الزمالك والكورة المصرية اللي عايزينها دايما في المقدمة على مستوى كل الفرق. طالما الزمالك في سكتنا نتمنى له كل التوفيق، لكن لو في سكتنا لغاية محطتنا ونقول له ستوب. لكن في الحالة ديت احنا وراك وبندعمك رغم كنا أهلاوية، لأن الرياضة منافسة شريفة، أنت زملكاوي وأنا أهلاوي، أنت مصري وأنا مصري، وفي كل الأحوال طالما بتواجه فريق غيري أنا هدعمك وهشجعك، كنت أهلاوي أصيل وعشاق الرياضة المصرية أو كنت زملكاوي. ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.